هنعمل مع بعض النهارده سندوتش طعميه بجد خطير جدا. طعمه بجد رائع، والصوص كمان السلطه اللي انا عاملاها دي تتحط معاه. انصحكم بجد تعملوها تحفه. هضيف عليه كمان نعناع اخضر، وهحط كمان معاه فلفل حار. ممكن نغير خالص من الحاجات اللي انا بقولها دي، كل واحد حشو مخلل بتنجان اي حاجه يحطها معاه. بس نصيحه، السلطه نفسها ما تغيرهاش. يلا بعد نشوف الطريقه ونشوف المقادير هتكون ايه. معانا معلقتين طحينه كبار، بحط عليهم معلقه كبيره خل، وبضيف عليهم كمان عصير ليمونه، واحط عليهم كمان ربع معلقه ملح، واحط كمان ربع معلقه فلفل اسمر، وهنحط معاهم كمان معلقه كمون وربع معلقه شطه. الشطه كمان بتديها طعم حلو جدا وبتنقلها في مكان تاني خالص. الخليط ده كله مع بعضه بنقلبه تقليبه كويسه جدا، واذا احتاج مثلا نقول 4 معالق ميه 5 معالق ميه زي ما يحتاج نضيفهم ليه. بيبقى بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين كده. بعد ما عملنا كده بضيف عليه خيار متقطع صغير جدا، وبضيف عليه كمان طماطم متقطعه صغير جدا، وكمان بضيف حاجه بس الكاميرا ما صورتهاش، شبت. وبقلب ده كله كويس وبركنه على جنب. نيجي بقى للطعميه. انا عندي مقدار طعميه جاهزه، واحط عليها بيضايه وفلفل اسمر وملح. وهنا العيش البلدي موجود. انا العيش ده عشان صغير ما عملتوش بطبقه واحده، لا خليته هو زي ما هو سليم. اللي العيش يكون سميك قوي خليه طبقه واحده. وحطيت الطعميه وفردتها زي ما انتم شايفين كده، والطاسه سخنه وفيها مسحه زيت بس، ما بنحط الزيت كتير. دي ميزه الطعميه بالطريقه دي، ان انت ما بتحطيش اي زيوت فيها. بنقلبه، شايفين المنظر؟ واو بجد يعني خطير. تحشيه بقى بالحشوه اللي قلت لكم عليها، وكل صوابعكم وراها بألف هنا.